السلام عليكم الناس الكل، مرحبا بكم. نهاية الديربي شفنا المقابلة كانت بعد جلة من الأهداف، 4 أهداف في مقابلة كاملة. بداية النادي الإفريقي عن طريق علي يوسف، شفنا كيفاش النادي الإفريقي يعني كان مسيطر على المقابلة. ومن بعد ما رانا اللي صارت ريمونتادا اللي هي هدف يانساس وعرضية البليلي اللي مركاها توجاي 2-1 للترجي. يعني كنا زادا نخسروا حتى الماتش. والحقيقة من نجم نلوم كان على 3 من الناس معروفين اللي شفناهم، اللي هو غيث الصغير ما هوش في نهاره. وهو اصلا غيث الصغير مش ابار مش في نهاره، هو ما هوش من مستوى النادي الافريقي. وكذلك احمد خليل ما هوش من مستوى النادي الافريقي. وكذلك الزمزمي. يا معلم يلعبوا خايفين، يوخروا التالي. يشد كورة تهرب منه، يشد كورة باس غلط. ما فهمتش. نتفرجوا في ماتش متاع النادي الافريقي، 3 جوارات ما يستحقوش النادي الافريقي بالرسمي. صحيح منفعل ونحكي منفعل، خاطر بالرسمي ما يستاهلوش يلعبوا حتى في النادي الافريقي في جل الانتدابات اللي صارت. وهذا معناه برشا مداخيل للنادي الافريقي. لازم في الميركاتو الشتوي انتدابات اخرى، ويخرج احمد خليل يزيه. غيث صغير متواضع يمشي حتى اعاره لكيب اخرى، كيف الزمزمي. من جانب آخر شفنا تألق اللاعب كينيسيو ماكولا إثر دخوله كيعوض أحمد خليل. وكذلك قلالش ما شاء الله تبارك الله على قلالش وعلى الصرار فيه دخول يعني لاعبين هذوما. تبدلت معطيات المباراة، وتبدلت برشا حاجات، ورجعت النادي الافريقي للاستحواذ والسيطرة على الكورة. وان شاء الله النادي الافريقي باش يتصلح اكثر مع برشا خدمة في وسط الميدان يعني. في الختام ديما النادي الافريقي، وان شاء الله النادي الافريقي في العلالي، وان شاء الله بطولة والكاس ان شاء الله يا رب.